عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من اخر فيديو النهارده هكلمكم عن الشعر وازاي وقفت التساقط بتاع شعري، وهقول لكم برضو ليه قصيت شعري. كل الاسئله اللي انتوا سالتوهاني رد عليها في فيديو النهارده. فقبل ما نبدا ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، ويلا بينا نبدا فيديو النهارده. اللي عارفني من زمان انا شعري كان طويل وكان ناعم، طبيعته ناعم يعني ما شاء الله، كان تقيل قوي. جالي فتره بدأ يقع من الجذور، شعرايه بقالها مثلا 6 سنين تقع كده في ثانيه. فما كنتش بلاحظ الاول ان شعري بيقع وكده، بس مع الوقت ابتدى يخف. المشكله يعني هو مش بيقع من فوق، يعني لو تلاحظوا انا شعري يعني مليان من فوق. المشكله ان هو بيقع من تحت، يعني من الجناب كده من جوه بيقع. ابتديت الاحظ ان يعني مثلا الحاجه اللي ورايا بتكون باينه، بيكون في فراغ في شعري بقى قد كده حرفيا. عشان كده قررت ان انا اخد الخطوه وابتدي اعالجه بحاجات كويسه، وملقتش احسن من بيج على الانستجرام اسمها زيوت هندي، هحطلكوا اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن. جبت من عندها كورس الروزماري، فجبت زيت امارة وزيت الروزماري وجبت مية الروزماري، وقلت ان انا هجربهم فترة وهطلع اقول رأيي فيهم. هم وصلوا لي بعد مثلا 3 اسابيع بالظبط بسبب ضغط الاوردرات عندهم وكده. بس مش مشكلة يعني عادي. فانا اللي استخدمته من عندهم كل يوم بستخدم مية الروزماري دي، بجد خطيرة. اللي ما استخدمتوش كتير زيت الروزماري، استخدمته مرتين بس لان هو تقيل، فمحتاج مثلا زيت زي زيت الجوجوبا يتخفف بيه، بس انا مش عندي لسه هجيبه، فهبقى استخدمهم الاتنين مع بعض. فزيت الروزماري ده استخدمته مرتين بس، فمش عايزه استخدمه كتير عشان ما يبقاش تقيل على شعري. زيت امارة استخدمته تقريبا حوالي 3 مرات. فتسالوني طب انت ليه بتستخدمي كل حاجه لوحدها، مش بتستخدمي كلهم مع بعض ليه عشان تشوفي النتيجه؟ لان انا حابه يعني اعالج شعري بالتدريج، كل مرحله اتخلص من المشكله اللي فيها فابدا استخدم حاجه تانية. يعني ايه؟ يعني مثلا انا عندي اول مشكله عندي اللي هي التساقط، يعني مش معقول هروح استخدم حاجه تكثف الشعر او تنعمه او تطوله مثلا وانا اصلا شعري بيقع. فاللي هو انا هستخدم الحاجات دي فكده كده شعري بيقع، فمش هيبقى عندي شعر احط عليه الحاجات دي. فاول مشكله عندي كانت التساقط، علشان كده ابتديت بمرحله ميه الروزماري. ميه الروزماري اللي هي دي، بصوا انا مستخدمه منها كميه كويسه جدا، بقالي شهر ونص تقريبا او شهرين بستخدمها، فهي بتكفي كتير جدا بصراحه، تحفه فظيعه. طلعت لي بيبي هير كتير، يعني لو تلاحظوا اصلا انا يعني شعري من قدام بقى مليان. فزي ما بقولكوا كده هي ما شاء الله بتطلع شعر بجد، بتاخد وقت شويه، يعني ممكن تلاحظي مثلا الفرق بعد شهر بالظبط، هتلاحظي ان في شعر صغير بدأ يطلع. فدي مش كذب، لا هي فعلا حقيقة. فانا هخلصها وهرجع اجيبها تاني اكيد. دي الحاجة الوحيدة اللي انا هرجع اجيبها تاني بصراحة، واجرب منتجات جديدة غير زيت الروزماري وزيت امارة. زيت امارة بينعم بطريقة فظيعة، بيرطب الشعر جدا وبينعم قوي. اكيد مش هشوف منه فرق مثلا في طول الشعر ولا زيت الروزماري، لان انا مش بستخدمهم كتير. بس المية دي حرفيا تحفة. لما استخدم زيت امارة وزيت الروزماري بطريقة منتظمة مثلا كل اسبوع او مرتين في الاسبوع، فهقول لكم رأيي فيهم. بس حبيت اتكلم عن مية الروزماري دي لان هي السبب في ان شعري يعني ما يقعش كتير. انا شعري الاول كان بيقع كتير قوي في الفرشة. دلوقتي مثلا يعني اعلى حاجة ممكن يوصل 20 شعراية بالظبط بالعدد كده في الفرشة، ده اللي هو المعدل الطبيعي، يعني 15 20 شعراية ممكن 10. السر بجد في في ان شعري ما يقعش. وكل فترة هجرب لكم حاجة معينة واكلمكم عنها واقول لكم رأيي فيها بجد بكل صراحة. هي لو وحشة اقول وحشة. ففي كذا حاجة تانية برضو عايزة اجربهم، عايزاكم تقولوا رأيكم في الفوليكال بوستر لو انتم مجربينه ولا لا. عاوزة اعرف يعني عن تجارب ناس هو حلو ولا لا. طيب ليه بقى قصيت شعري؟ لان انا شعري كان بيتفتح من تحت، كل شعرايه امسكها الاقيها مقسومه نصين، فعشان كده قررت ان انا اقص وابتدي بقى اعالجه وهو قص. طبعا شعري بتتقسم من تحت لان الزيوت مش واصله لها، لان انا ما كنتش بهتم بشعري خالص، ما كنتش برطبه ولا بستخدم زيوت، لان انا مش بحب ملمس الزيوت على شعري.
ما كنتش بستخدم هير ماسك مع ان انا عندي كتير قوي وعندي يعني حاجات جميله قوي هكلمكم عنها الفتره الجايه. فابتديت بقى اخد بالي من شعري كويس واشوف هو محتاج مني ايه واحط عليه واهتم بيه. فبس مش عايزه اطول عليكم اكتر من كده، هبقى اعمل لكم فيديوهات تانية اكلمكم عن كل حاجه بالتفصيل، هكلمكم عن شعري بقى من البدايه للنهايه وتبقوا معايا كده خطوه بخطوه مع الوقت ونشوف هيعمل فرق ولا لا. وبس ده كان فيديو النهارده، متنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وسبسكرايب، وبحبكم جدا واشوفكم في فيديو جديد.